السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. طبعا عاملين النهاردة سمك زي ما انتم شايفين اهو. جايبة بلطي، بسم الله ما شاء الله، جايبة بلطي كبير عشان مش هنعمله بطريقة مختلفة، لا هنقليه ولا نشويه. الطريقة اللي هنعملها النهاردة دي طريقة مختلفة عن اللي أنا عملته قبل كده، بدون زيت وبدون دخان وبدون أي حاجة. هننضف السمك وهنحشيه وهنحطه في الفرن، وتعالوا معانا نشوف هنعمل فيه ايه. طبعا انتوا عارفين احنا بننضف السمك، عملته قبل كده وشفتوني وانا بنضفه ازاي. زي ما انتوا شايفين كده هننضف الظهر بتاعه والحاجات بتاعته دي، وهنعملها بالمقص زي ما انتوا شايفين. وانتوا عارفين ان احنا اهي هننضفه كده بالطريقه دي عشان شفتوني قبل كده وانا بنضفه. طبعا يا جماعه فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مننا. انتوا حبايبي والله، وانا بحبكم كتير وبشكركم على كل التعليقات الحلوه الجميله اللي من مصر والدول العربية كلها. زي ربنا يكرمكم زي ما انتوا بتشجعوني. احنا مش عايزين الا دعمكم معانا وتشجيعكم لينا يا جماعة، لان احنا يعني ماشيين بفضل الله وفضل ربنا طبعا. بس احنا عايزين تشجيعكم معانا، واحنا عايزينكم تبقوا في ظهرنا وتشجعونا ودعمكم لنا. تعالي يا جوري، تعالي اقفي معايا هنا عشان شوف انا بعمل ايه وتتعلمي مني. جوري يا جماعه قالت لي يا ماما امبارح انا عايزه اطلع واعمل معاكي فيديو واعمله وتصوروني معاكم. قلت لها طيب هي هتفاجئكم وهتعمل لكم فيديو جديد وهتفاجئكم بيه. تعالي يا جوري عشان تشوفي تعلمي معايا عشان تساعديني. هننضف كده مع بعض السمكة وهنحوش النغشيش بتاعتها، هنفضيها كده. على فكرة انا نسيت يا جماعة، المفروض انا عايزة اسيب السمكة اللي هي الوش بتاعها دي كده، عايزة اسيبه زي ما هو. معلش انا كنت عايزة اسيبها زي ما هي كده عشان عشان انا احطها في الفرن يعني، عشان التتبيله بتاعتها. فانا كنت عايزه افضيها بس واسيب المكان اللي هو الوش بتاعها ده. معلش. طبعا النهارده امبارح كنا مع بعض وكنا عايشين اليوم مع بعض في الاجواء الجميله بتاع الارض الزراعيه، عشان انتوا كنتوا طالبين من ابو اسلام ان انتوا تعيشوا اجواء ويوم حلو كده معانا. فطبعا احنا ما عملناش حاجه امبارح، فقضيناها كده طبعا عشان كان اصلا الجو حر قوي. وبصراحة ما قلنا نرتاح اليوم ده نعيش اليوم ده كده ونعمل اي حاجة كده. هننضفها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما بعرفش اعمل قشر السمك ده كده الا بالسكينة، ما بعرفش اعمله بالمقص. هننضفها كويس مع بعض وطبعا يا جماعة احنا بنشكركم، وانتوا اخواتنا وحبايبنا وعلى راسنا من فوق، واحنا اشقاء واهل وكل حاجة. احنا عايزين منكم مزيد، وعايزين اللي مش مفعل الجرس يفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد مننا.
وطبعا كلكم لكم كل محبة زي ما انتم شايفين اهي عملتها اهي، فضيت اللي هي النغشيش اللي جوه سبتها سليمه اهي، عشان اما اجي احط فيها اللي احط التتبيله ما تقعش، يعني ايه ما تقعش في الجنب من الجنب كده اهي. زي ما انتم شايفين اهي عملت اهي. انا بس الاولانيه غلطت ونسيت عشان انا كنت ايه بقليها يعني، زي ما انتم شايفين اهي. وهنضف برضو الباقي وهوريكم هنعمل ايه بعد كده. هنضف الكميه. طبعا خلصت الكميه اهيت ونضفتها، وهغسلها بقى معاكم اهي وهنضفها كويس. انتوا عارفين ان انا ما بعرفش اعمل قله بايدي وانضف بايدي. السمك اغسلها كويس زي ما انتوا شايفين، شوفي بيضه وزي الفل اهي، حشت اللي فيها خالص زي ما انتوا شايفين اهي. بس انا الست دي زي ما قلت لكم عشان اما اجي احط التتبيله فما تقعش في الصينيه ايه وانا حطاها في الفرن، التتبيله بتاعتها يعني. طبعا اكله سهله وسريعه، وقومي كده يا حبيبه قلبي شجعي واعمليها. وهي اكله طبعا هي مش على فكره هي صحيه زي المشوي، لانها هي بدون زيت وبدون اي حاجه، وبتبقى صحيه برضو وجميله. دي طبعا اللي احنا عملتها هي. هنغسل الكميه معاكم اهي وهنعملها مع بعض. اكله سهله وزي ما قلت لكم وسريعه، ما تاخدش في 10 دقايق. قد ما انت هتولعي الفرن وهتشوي برضو قد المسافة وقد الوقت برضو، قد ما انت هتطلعيه بره وتشويه بره عند حد بره بتكون برضو انت خلصتيها، ونفس التوقيت يعني مش هتاخد حاجة. انا جربتها قبل كده وعملتها، بس على فكرة يا جماعة انا لا ببص لحد وانا بعمل من دماغي، يعني انا ما اعملش زي حد، ولا انا مثلا اشوف فيديوهات حد اعمل زيها ولا الكلام من ده. انا بعمل الاكل اللي انا بعمله ده والله من دماغي زي ما انا بعمله والله بالظبط قبل كده، وقبل ما اصور او قبل ما اوريكم اي حاجه. ده كلام بامانه والله انا ما بعملش اي حاجه. عملت الاكلات اللي فاتت دي اللي معاكم صورتها زي ما انا بعملها، ما بعملش زي حد يعني ايه، كأن انا زي ما بعمل عادي بوريكم بطريقتي وبعمايلي انا اللي انا اتعودت عليها، واللي انا اتعلمناها برضو من امهاتنا وتعلمناها قبل كده من زمان يعني. خلصت الكمية هي وهنشوفها برضو هنعمل مع. وطبعا انا غسلتها كويس وغسلتها كتير ونضفتها لما خليت قلبها ابيض. طبعا كنت جايبه شويه دقيق برضو عشان اسيبها تتنقع كده 10 دقايق. بجيب برضو ليمون بعصر عليها برضو ليمونتين كده عشان الزفاره بتاعتها مبقاش فيها زفاره. زي ما انتم شايفين كده بعصر على الليمون. وهنجيب برضو مع بعض شويه خل وهنحط عليها شويه ميه، سيبها بس مش يعني مش هغيبها قيمه، بس يجي 10 دقايق كده بس عشان ريحه الزفاره وتحوش اللي فيها يعني. هنسيبها بس 10 دقايق بس مش هنغيب عشان الخل برضو عليها، واحنا مش هنغيب الخل عليها برضو. هنسيبها بس 10 دقايق تتنقع كده من عشان الزفاره. وطبعا بعد ما قعدتها يجي 10 دقايق في الميه والليمون والخل. فطبعا يا جماعه زي ما قلت لكم قبل كده برضو المعلومه دي، ما تغيبوش الحاجه في الخل عشان الحاجه يعني اللحم بتاعها بيتهري. وكده تغسلهم ونعملهم مع بعض. وشوفوا اهي بيضه وزي الفل اهي، ما فيش فيها اي حاجه، لان انا بحب اغسل الحاجه بحب اغسلها كتير عشان تبقى حلوه ونضيفه. اهي خلصت عملتها اهي،
شوفوا البيضه وزي الفل اهي، مفيش فيها اي حاجه، وبايديا ولا فرشه ولا اي حاجه. عايزين بقى دعمكم لينا ولايك حلو كده واشتراك، واللي ما اشتركش يشترك معانا ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا، وهنعمل لكم فيديوهات حلوه وجميله وهتعجبكم ان شاء الله. بس عايزين تشجيعكم لينا ودعمكم لينا. بعد ما غسلناها كويس هنيجي بالسكينه ونيجي على الظهر بتاعها نعملها كده شقتين كده زي ما انتوا شايفين كده. تعملي الكميه بتاعتك كده، تعملها من الجهه دي ومن الجهه دي، عشان لما تيجي تعملي التتبيله بتاعتك تشرب من التتبيله بتاعتها اهي زي ما انتوا شايفين كده، من الجهه دي ومن الجهه دي، نعملها من الجهتين. ماشي يا حبيبتي، وانا بعملها معاكم خطوه بخطوه اهي، عشان اللي ما شافهاش برضو ومش عارف يعملها كده معانا زي ما نجربها كده. جربوها، عجبتكم اكتبوا لنا في التعليقات وكومنت حلو كده منكم، وعلى الله يعجبكم كل ما كل اللي نعمله يعني يعجبكم. انا على فكرة لا بعرف ازوق في الكلام، ما تزعلوش مني برضو، ولا بعرف اجامل في الكلام يا جماعة. ديت انا بتكلم بطبيعتي وما بحبش اعمل اجامل في الكلام. وبكون مجهزة التتبيلة بتاعتها يا جماعة، شكلها زي الفل اهي، شكلها حلو جميل اهي والله، شكلها حلو. طبعا حاطة معلقة كزبرة، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون، حاطة اللي هي السبع بهارات برضو معلقة، وطبعا الملح انا بقى، وكمان حاطة عليها دقة من اللي انا كنت عاملاها في التلاجة يا جماعة، اللي انا موريها لكم قبل كده. الدقة اللي انا ببقى مجهزاها لأي اكلات احنا عايزين، اللي هي الفلفل والثوم اللي انا ببقى حاطاه في التلاجة دي، اللي انا موريها لكم قبل كده يعني. حطيت ده كله على بعضه زي ما انتم شايفين اهي، ونتبلها بقى مع بعض. هنجيب من التتبيله كده وهنحط في الفتحات اللي انا عملتها معاكم دي برضو كده. يا جماعه انا ما بعرفش اعمل الا بايدي عشان اعرف اتملك كده. وهنعمل برضو الجهه التانية زي ما انتم شايفينها كده اهي، ونحط برضو في قلبها اهي، هنحط كده اهي جوه اهو، نحطها هنا يبقى عملناها كده في الفتحات وفي قلبها من جوه زي ما انتم شايفين كده اهي يا جماعه. طبعا هنحطها ونقوم رصينها في الصينيه على طول. هنعمل كل الكميه اللي احنا عاملينها على حسب ما انت عايزه، وعلى حسب ما انت بتعملي على قد عيلتك يعني. وبكده اهو خلصت الكميه اهيت وعملت بس. وبكده يا جماعه اهي هنشوفها ونطلعها من الفرن. حطيناها زي ما قلت لكم قيمه يجي تلت ساعه ولا حاجه اهي على نار متوسطه. الله بسم الله ما شاء الله، شفتوا اللون بتاعها جميله اهي يا جماعه، وحاجه صحيه وخفيفه وما فيش فيها كلفه ولا فيها حاجه. وادي اهي تشوفوا اهي، تجربوها واكتبوا لنا في التعليقات. وكده خلاص الشكل النهائي اهو، وكده خلاص قرب ينتهي الفيديو معاكم. اتفضلوا بقى تعالوا اتغدوا معانا وبألف هنا على اللي ياكل. وخلاص كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.